السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ مزيانين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لطيفه وعزه. رجعت معكم هذا النهار بواحد الفيديو ان شاء الله يجبركم في احسن الاحوال وصحه جيده يا ربي. نهار جديد وفيديو جديد. اقتراح ديال اليوم واحد الرغيفات معمرين، واحد الحشوه لذيذه اقتصاديه كتجي غزاله غزاله بزاف. واحد العجينه اللي كتجي ناجحه. للمبتدئات يتبعوا الفيديو معايا للاخر ويتبعوا النصائح وغادي تنجح معاهم من المره الاولى. خليكم معايا وندوزو الطريقه والتحضير ديال هاد الرغيفات اللي كيجيو اكثر من رائعين، حتى تجربوهم وتعرفوني انا شنو كنقول. خليكم معايا ندوزو الطريقه والتحضير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا زلافه ديال السميده، وعندي جوج ديال الفرص. يعني دائما كنديروا الفرص اكثر من الفينو ولا السميده باش نتوما باش كتخدموا، والكميه كتبقى اختياريه. انا غير كنشارك معكم الطريقه وصافي. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال السكر. ديك السكر الدور ديالو غير كيحمرنا كيعاوننا بالتحمر وصافي. هنايا الملح على حسب الذوق. وعندي هنايا هاد نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، الخميره الفوريه. عندي هنا واحد البيضه غادي نحيد الصفار للتزيين، وغادي البيض غادي نديرو. الا ما كنتوش غتزينوا تقدروا ديروا بيضه كامله. صافي هادشي اللي كاين. وغادي نعجن بالماء عادي، حيت ديك الخميره واخا درتها يعني ماشي غادي تخمر لنا الخبز، ماشي غادي تخمر لنا الرغيف ديالنا ولا شي حاجه. يعني غير كتساعدنا على ديك مع دابا البرد، كتساعدنا مع البرد كتساعدنا باش الرغيف ديالنا يجيو مرخوفين ومرقين. هادشي اللي كاين. دابا غادي نعجن وهانتوما معايا. صافي هنايا كنعجن العجينه ديالي وكنديرها شويه قاصحه، وكنبقى كندلك فيها باش كتجي معنا ناجحه. ملي درناها خفيفه وبقينا كنهلكوها ما كتجيش الصراحه مزيانه معنا في الرغيفات ولا مسمنات. هادشي اللي كاين. انا غادي نحيدها من هاد البول هذا اللي خلطت فيه العجينه، وغادي نديرها على سطح العمل حيت باش نتحكم فيها مزيان مزيان في الدليك. وغادي نرجع معاكم. هانتوما معايا. صافي هنايا من بعد ما عجنت العجينه ديالي ودلكتها مزيان مزيان، شوفوا كيفاش كتجي رطبه بحال هكا. هي ماشي خفيفه بزاف ولكن رطبه. سميتو غادي نخليها تطلق راسها وغادي ندوز نصاوب معكم الحشوه اللي غادي نعمر بها هاد الرغيفات. هنا عندي بصله واحده وفلفله واحده، واحده حمراء واحده خضراء، وواحد شويه صفر كان عندي زدتو. تقدروا ديروا واحده حمراء واحده صفراء وواحده خضراء بحال هكا. واكيد الكميه كتبقى اختياريه. انا هكا شاركت الطريقه. التوابل اللي درت فلفله حمراء، القزبر يابس، الابزار، الملحه، هذيك. صافي هادشي اللي كاين. درت بزاف ديال وشويه ديال السكنجبر. صافي هادو هما التوابل اللي درت، يعني عاديين. وصافي وغنخليه غادشي يتشحر ويطيب مع بعضياتو. وهانتوما معايا حتى نكملوا بقيه المكونات. يعني حشوه اقتصاديه وكتجي بنينه بنينه بزاف. صافي هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال الشعريات الشينوا، غير شويه ماشي بزاف، يعني غير واحد المرصوص صغيور من داك الباكيه ديال الرز. ها كيكون فيها غير مرصوص صغار. هنا نزيد واحد المعلقه ديال الصوجه. الملحه ما كنديروش بزاف، اكيد على كنقصوا من الملحه باش ملي كنديروا هاد الصوجه ما كيجيناش ما كتجيناش الحشوه ديالنا مالحه. صافي هنايا غادي نزيد عليها واحد العلبه ديال الطونه اللي محيده له الزيت. تقدروا تزيدوا الشامبينيون، تقدروا تزيدوا الزيتون. انا ما زدت والو، المهم اكتفيت غير بهذا الشيء اللي عندي. اللي عنده الزيتون يزيدو، واللي كيحب غير شي حاجه صراحه يديرها
غير كي فكره ومشاركه وصافي معنا. صافي من بعد ما صوبت الحشوه ديالي نرجع للعجينه. نشوفوا كيفاش طلقت راسها. هنايا غادي نقسمها على 5 ديال الكرات كبارين. ما نديرش ديك الكرات الصغار باش ما نبقاش واقفه بزاف، يعني اقتصاديه من كما كنقول لكم دائما الوصفه اقتصاديه على الجيب وعلى الوقت. صافي كنبقى نقطع هذيك الزوائد، هما اللي غادي نكمل بهم الكرات الثالثه باش كنديرهم قاد قاد. صافي وغادي نبدا نطلق العجينه ديالي. انا كنجرب هنا شويه الفيديو باش ما كيجيناش طويل. شوفوا العجينه دغيا كتسرح معانا وكتجي ناجحه، ما كتقطع معنا ما والو. صافي كنستعنوا هكا بالزيت. بدنا كانوا كنسرحوا العجينه ديالنا، حيت ما كنسرحوش بالزبده، حيت الزبده اذا سرحنا بها كتقطع لنا العجينه. كنستعنوا غير بالزيت حتى كنسرحوا العجينه ديالنا، وعاد كنديروا الزبده باش نورقوا. كنبقى نورق فيها حتى كيبدا سطح العمل يبان، باش كتجينا مرقه. دابا غندير هنا الزبده باش نورق بها. صافي كندير الزبده وكنقلب عادي مسمنه عاديه بحال اللي بحال مسمن العادي. صافي وكنورق هكا بالزبده. صافي هنايا من بعد ما صيت غندير عاوتاني الثانيه. وهانتوما معايا شوفوا العجينه كيفاش هي كتحكم فيها نتيا كيما بغيتي. ملي كتكون ديك العجينه خفيفه كتكون هي اللي كتحكم فيك وكتقطع. صافي من هنا من بعد نستمر نفس الطريقه. من بعد ما ساليت صافي غادي ندوز عاوتاني نبدا من الاولى اللي صوت. غادي نسرحها مزيان مزيان بحال هكا حتى كنرقوها عاوتاني. نركزوا على الجنيبات باش ما كيجيوش غلاط. صافي هنا من بعد ما قديتها نجيب واحد السكين ولا قطع البيتزا وصافي وقطعوها هكا على 4، على 4 د القطعات. وصافي وغادي نعمر الحشوه ديالي. الحشوه ديالي هنا بردات. ملي كتكون باقا سخونه كتقطع العجينه، داكشي علاش كنخليوها تبرد. اصلا مع هاد البرد كلشي كيجمد، ها كتسالي من شي حاجه كتجمد. صافي غنستمر بهاد الطريقه حتى نسالي. وهانتوما معايا ما تمشيو فين. صافي كندير هاد الطيه هادي معتمده، يعني سهله. صافي كنقادو هكا ديك الجنيبات ديال المسمنه ديالنا ولا الرغيفه. صافي كنديروها في الطبسيل ديال الفران. صافي كنستمروا هكا حتى كنساليو. يعني العمليه سهله وكيجيو بنين صراحه. الحشوه كتبقى اختياريه. هاد العجينه هذه تقدروا ديروا فيها حتى الحلو، وتقدروا تعمروها بالحلاوه كيجيو بحال الكرواسو. الصراحه كيجيو بحال التيبان مزيونين. وصافي دابا هنا ديك الصفر بيضه اللي كنت خليت درت فيه، خلطت مع شويه ديال السوجه وغادي ندهن الرغيفات ديالي وصافي. وغادي نزينهم بشويه ديال الزنجلان من الفوق، ولا زينو نتوما باش بغيتو. وصافي هذا ما كان غندخلهم للفران. صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي وصل معايا حتى لهنا. ما ينسانيش بواحد اللايك كدعم للقناه واشتراك باش يوصلكم كل جديد. الا عجبكم المحتوى اكيد كما كنقول لكم دائما شوفوا الرغيفات ديالي من جبتهم من الفران كيفاش هما القرماشه واللون غزال ومورقين مورقين مورقين واحد الطريقه غزاله غزاله بزاف. وصافي وكنشكر الناس الجداد اللي تنضموا لقناتي، وكنشكر الناس القدام اللي معايا من البدايه. وصافي هذا ما كان. خليت لكم الراحه والخير الى فيديو جي ان شاء الله. شوفوا ليا كيفاش جاو مورقين غزالين
وداك الحشوه لذيذه لذيذه بزاف. صافي هذا ما كان. مع السلامه الى فيديو جاي ان شاء الله.